السلام عليكم، أهلا بيكم في قناة فسحة وأكلة تكاوي مع غادة ومنى. البيتزا القمر دي عملناها بأقل التكاليف. هنجيب هنا معلقة خميرة فورية ومعلقة سكر كبيرة. هنحط لها مية دافية يدوبك فترة كده، هنقلبها وهنركنها شوية. وهنعمل برضو الميني بيتزا بأقل التكاليف زي بتاعة المحلات، وبتبقى غالية جدا. اعمليها للولاد ياخدوها الفطار الصبح في المدارس، أو هتعشوا بيها. بتبقى غالية جدا بره، فانت لو عملتيها في البيت مش هتتكلف معاكي حاجة خالص نهائي، اللي هي الميني بيتزا. هنا معانا كيلو دقيق وربع كوباية زيت وبيضة وذرة ملح، يعني ربع معلقة كده صغيرة ملح. هنحط معلقة زيت كده صغيرة من اللي هي بتاعة الأكل، يعني حاجة بسيطة كده. والبيضة هنقلبهم مع بعض. هنحط الخميرة بقى اللي احنا كنا راكنينها على جنب. بتعرفي ان هي شغالة، بتلاقيها عملت فقاقيع كده، يبقى هي ايه، الخميرة كويسة من النوع الكويس. وهنبتدي بقى نحط شوية مية بشوية مية، يا دوبك تبقى المية فترة كده. متحطيش المية كلها مرة واحدة، علشان الدقيق من دقيق لدقيق بيختلف. يعني هنا ممكن تاخد كوبايتين مية أو كوبايتين ونص. دقيق تاني ياخد أكتر أو أقل. الحقيقة أنا كنت عملت قبل كده البيتزا في القناة، بس هي اتطلبت مني لأن هي غليت جدا جدا في المحلات. فأنا لما عملتها دلوقتي يعني ما كلفتش يعني كل التكاليف دي. كل البيتزا اللي احنا عملنا 2 كبار وميني بيتزا كتيرة جدا. ما تجيش يعني بتمن بيتزا كبيرة من المحلات. ولو عملتي نص كيلو دقيق ميني بيتزا الأولاد، مش هتحتاجي غير فلفل أخضر وطماطماية وباكو صلصة وبس. على كده مش هتحتاجي أي حاجة تانية ولا لبن، وممكن تستغني عن البيض. يعني هتبقى مية وكيس الخميرة وبس. على كده معلقة زيت وخلاص، ويعني مش هتكلفك حاجة خالص. دي اللي هي البيتزا اللي احنا عملتها باللحمة اللي هي الكبيرة. لكن الميني بيتزا بتبقى اقتصادية جدا جدا جدا، والولاد هيفرحوا بيها جدا. هنا عجننا العجينة، خدمتها كويس يعني. هي بتلزق حاجة بسيطة كده، لكن مع الخمر وكده هتروح التلزيقة دي خالص. عجينة بقت ناعمة وحلوة. الحقيقة الدقيق بتاع الضحى جميل جدا، حلو يعني بصراحة. يمكن من أحسن الدقيق اللي أنا استعملته يعني. كل الأغراض.
حطينا شوية زيت في الطبق وعلى العجينة من فوق، وفتحت كيس كده وهغطيه بيها وهركنها على جنب على ما هعمل العصاج بتاع اللحمة. عملت هنا بصلة، نص كيلو بصل، ونص كيلو لحمة. عملت طبعا البصل العصاج معروف، يعني تعملي البصل وفي معلقة زيت وعليه اللحمة، وحطينا فلفل اسود شوية ملح، قلبناهم كده لما استوت اللحمة. كده بقت جاهزة معانا. هنا بقى هنعمل الصلصة بتاعة المكرونة. معلقة زيت وفص توم ومعلقة خل. يا دوبك انا بشوح التومة بس، فص توم واحد مش اكتر، عشان بتدي للصلصة طعم جميل جدا. وفي ناس بتعمل بصل بس انا ما حطيتش بصل، اكتفيت يعني بالبصل اللي في العصاج. هنا حطيت معلقة خل، معلقة صغيرة خل، وحطيت الصلصة على فص الثوم والزيت والخل. يعني هي معلقة واحدة بس، ما حطيتش زيت كتير. وهنحط لها بقى الملح، هنحط لها زعتر، بحبها بالزعتر جدا، بتبقى طعمها جميل جدا بالزعتر. ولو حطيتيها مع العجين برضو زعتر بتبقى طعمها حلو. وشوية فلفل اسود، الملح طبعا مش هنحط كتير لان احنا هنحط زيتون. كده الصلصة تبقى جاهزة معانا. هنا سبت العجين حوالي تلت ساعة لنص ساعة، يعني لأن الدنيا ساقعة فبيغيب شوية على ما بيخمر. يعني هي حوالي تقريبا كده نص ساعة. بفضي الهواء منه وباخد قطعة كده. أنا جبت الصينيتين بتوع البيتزا، فيهم واحدة كبيرة وواحدة أقل شوية، يعني أصغر شوية. فأنا هاخد قطعة كده، القطعة الكبيرة هخليها للصينية الكبيرة. وهقطع قطع تانية صغيرة للصينية التانية. ايديا هي ولا بتلزق ولا حاجة، هي لما بتخمر بتبقى بتبقى حلوة، يعني متلزقش بقى ولا حاجة. هغطي بقى العجينة اللي باقية عشان ما تنشفش وتشقق من فوق. هديها كده رشة دقيق عشان افرد العجينة. الحقيقة انا عملت بالفرادة دي ما استريحتش فيها قوي، فابتديت رحت بقيت اعمل بايدي، افرد بايدي. يعني استسهلت اكتر ان انا افردها بايدي عن الفرادة دي، ما عجبتنيش. يعني بقيت افرد احسن في الصينية على طول. اخد العجينة وافردها طالما العجينة خمرانة حلو، ما ب... مش بتلم معاكي ولا اي حاجة، بتفرد معاكي في الصينية وبتبقى حلو. فقلت يعني ملهاش لازمة الفرادة دي. فردتها في الصينية اهو. واخدت من الصلصة، هنحط الصلصة هنفردها كده على البيتزا.
حطيت هنا اللحمة المفرومة. انا مش عارفة، هي اللحمة المفرومة هنا جاية غامقة قوي. الإضاءة، ممكن من الإضاءة، هي لونها مش كده الحقيقة. هي جاية غامقة قوي في التصوير هنا. احط من الزيتون، زيتون مخلي، ودون فلفل الوان كان عندي في الفريزر برضو، والزيتون كان عندي في الفريزر. الحقيقة لما بتبقى فيه الحاجات دي موجودة في الفريزر بتطلعي، يعني بتطلعي الحاجة على طول وبتشتغلي، تبقى الحاجة موجودة عندك. ودي الجبنة الموتزاريلا حطيناها على الوش. وهحط في الجناب بقى، وبعدين هقفل على الجناب دي مع الجبنة، عشان يعني قلت الطروف دي ساعات محدش بيرضى ياكلها، فهي ايه، ما بتبقى فيها الجبنة بتبقى طعمها جميل جدا. قفلنا عليها كويس كده، وهنركنها ونشتغل في التانية. حطينا معلقة زيت كده في الأرضية بتاعة الصينية. ادي فردتها بايدي على طول، ولا فرادة ولا غيره، ما كده اسهل. مش عارفة يعني ايه كان لازمتها الفرادة دي، مش احسن من الواحد يشتغل بايده. حطينا برضو الصلصة هنا. بأسهل الإمكانيات وأبسطها. يعني أنا بحاول بقدر الإمكان إن احنا نعمل أكلات تبقى بسيطة وسهلة، ما نعقدش الدنيا. يعني مش لازم أجيب البصل وأعمله مع الصلصة، وبعد كده أعمله في الخلاط، وبعد كده أصفيه. يعني تعقيدات ملاش لازمة خالص. هي باكو صلصة اعملي بيه، او 2 باكو، او معلقتين 3 زي ما انا عملت كده من البرطمان، وخلاص على كده، مع فص ثوم، مع شوية زعتر صغيرين كده، هتديلك طعم جميل جدا جدا. وانتي واقفة على طول، ولا هتقفي بقى تسبكي ولا هتعملي ولا اي حاجة، وهتديلك نفس اللون، ويمكن احلى كمان من الطماطم. الصلصة برضو بتدي يعني لون جميل جدا، وبتبقى بتنجز معاكي في الوقت. بحب انا اعمل الاكلات اللي هي ايه، ما تخليكيش تقفي كتير، يعني على طول نص ساعة وتخلصي. هنا بقى الحتة اللي فاضلة دي قطعتها القطع صغيرة اللي هنعملها الميني بيتزا. انتي بقى ممكن لو انتي عايزة تعملي حاجة كده الولاد، يعني تغيري في نظام العشاء والفطار وكده، وهم بيحبوا، الولاد بيحبوا البيتزا قوي، وانت عايزة تعمليها من غير تكاليف. هتجيبي كوبايتين الدقيق وهتعمليها كده، تعجنيها، وهتروحي مقطعاها كور صغيرة كده. انا عاملاها ايه،
يعني الميني بيتزا كبيرة شوية، يعني غير بتاعة المحلات بتبقى يمكن القطعة دي بتطلع 2 من بتاعة المحلات. لكن أنا طبعا في البيت عاملاها اهو كبيرة، كبيرة شوية عن بتاعة المحلات. يعني العجينة هناك بتبقى دي بتهيألي طلعوها 2. فانتي اهو هنعملها، هتروحي عاملاها عجنها وهتروحي عاملاها كده، هتدهنيها بالصلصة زي ما احنا عملناها بالتومة والمعلقة الخل الصغننة، وهتروحي مقطعة فلفل ولو جبتي زيتون فلفل، وممكن طماطمية تقطعيها معاها. في المحلات بيقطعوا الطماطم مع الصلصة اللي هي مدهونة دي، وشوية فلفل، كام حتة فلفل، وخلاص على كده. بيبيعوها بالكيلو، الكيلو غالي جدا جدا. يعني شوف، هي ما كلفتش حاجة. يعني ممكن انتي لو عملتي نص كيلو دقيق هتجيبي قرنين فلفل وطماطماية او طماطمتين صغيرين، هتقطعيهم وتعمليهم مع باكو الصلصة وخلاص. وديك عملتي ميني بيتزا موفرة جدا جدا. اتعشوا بيها او فطروا بيها او اتغدوا بيها، هتبقى جميلة جدا. يعني الاطفال بيحبوا جدا الميني بيتزا والبيتزا والحاجات دي. ولو انتي حبيتي بقى ان انتي تعملي بيتزا يعني من التانية، هتعمليها برضو، مش هتبقى مكلفة قوي. بس بصراحة يعني دي اللي مش مكلفة خالص، يعني مش مكلفة خالص. هتجيبي نص كيلو دقيق والقرن الفلفل والطماطماية وخلاص على كده. اهو ادي كده الميني بيتزا عملناها زي بتاعت المحلات بالظبط. والله يا جماعة بتتباع غالية جدا في الأفران وكده، المحلات بتاعت الحلوانية وكده بتبقى غالية جدا، الكيلو بتاعها غالي جدا. وهي طلعت من الفرن، أخدت حوالي تلت ساعة. حطيتها تحت على 180 5 دقايق، وبعدين رفعتها فوق. يعني اديت لها 5 دقايق تحت، وبعدين طلعتها في الرف التالت ربع ساعة بس كده، ولا فتحت شواية ولا أي حاجة. ادينا قطعناها اهو. اهي ما شاء الله، ولا لزقت ولا اي حاجة، وطلعت التسوية بتاعتها جميلة جدا زي اللي بتشتريها من بره، واحسن واوفر بكتير جدا. لان انا النص كيلو اللحمة فاض نصه، يعني ما خدتوش كله، يعني يا دوبك بحبة. آه، البيتزاية يعني ما خدتش تمن حتى كيلو، اقل كمان. والميني بيتزا طبعا ما حطيتلهاش لحمة، هي كان معلقة فاضت واحدة بس اللي كان فيها. كان معلقة يعني فاضت من اللي انا كنت واخداهم للبيتزا بس. لكن هي الميني بيتزا ما حطيتش فيها لحمة خالص، هي بالزيتون والفلفل الوان. المحلات بيعملوها بيحطوا لها طماطم مقطعة، بتشيلي البذر وبيقطعوا الطماطم مع الفلفل بس كده، وبيروحوا دهنين الصلصة وخلاص على كده، وبيبقى هي دي الميني بيتزا بتاعت المحلات. والله ودقناها طعمها جميل جدا جدا يعني. اتمنى ان انتوا تجربوها لولادكم. واحنا دلوقتي في الامتحانات اعملها لهم يفطروا بيها. اتمنى ان اكلنا يعجبكم. ارجو ان انتوا تعملوا لنا اشتراكات في القناة اللي ما اشتركش يشترك، واللايكات وتعليقاتكم الجميلة. اشوفكم على خير.